اهلا وسهلا. ناصر أبو هولي وبعد ذلك الرحمن الرحيم. ومن آياته تحدي لإرادة الاحتلال، تحدي لإرادة السجن. السجن ليس نهاية الحياة، بل يستطيع الأسير أن يجعلها بداية وأن تجديد الحياة. هناك التعليم وهناك الزواج وهناك الإنجاب. حتى نحن على أمل أن يكون بيننا أسيرنا البطل عبد الرحيم، ونحن على يقين أن هذا السجن لن يغلق لا عليه ولا على إخوانه من الأسرى الأبطال. المستشار عبد الناصر أبو هولي أخوه للأسير عبد الرحيم أبو هولي، معتقل له 20 سنة ونصف تقريبا، بقي له سنة ونصف إن شاء الله للإفراج. اعتقل في 12/7/2002. ليلة اعتقاله كان ثاني يوم جمعة، كتب كتابه. القدر والنصيب لم يكتمل، هذا هو إن شاء الله القدر والنصيب بعد 21 عام حل، وإن شاء الله ربنا يتمم فرحتنا بخروجه وخروج كافة الأسرى إن شاء الموت.